قبيل دارفور ده حق الفور انا هنا القاعدين فيه ده كلنا شفت رفوجيز. ده ما خطاب بيجيبوه في الزمن ده الليله المقدسين في معسكر زمزم 870,000 عائله ده فور زغاوه تاما مساليد كنين كل قبائل دارفور ده الليله قاعدين بنوموا في حفر. انت تيجي تطلع لنا خطاب زي ده؟ انت ادوا ده دخلوا هنا جو انتوا متشاكلين بيناتكم. هذا وهذا ساليك ولا شنو يا اخي؟ ليه الكامل تفتح لايف ام صاحبك؟ هذا جامعه كبيره. يا اخي ليه الكامل تفتح لايف زول جارك بالحيطه واخوك في امك زول زغاوي زيك تفتح بو لايف ليه الكامل تقول له امك قاعده في زمزم هناك بشهد ناس بنكك انا امي قال قاعد في الشات انا امنت له ظروفه وانت ده اللي بيجي بيقول لك قال انقذوا زمزم قال ده الزول اللي قال همه على زمزم. شوف الزول الدار يتكلم عن قضايا بتاع زمزم دار تنتقد قيادات بطريقه محترمه دار توصل رسائلك بطريقه محترمه لكن توروبورو ديل وكل القوات بالصوت إرادة منا إيالنا قاعدين هناك يا دارفور المشوا من هنا ده شمالية ده سفراء السلام ذاته ديل سفراء الوحدة الوطنية. توروبورو الهسي قاعدين في الشمال ديل والقاعدين في الوسط والقاعدين في الخرطوم ديل سفراء الوحدة الوطنية. عندك كلام ثاني؟ مشوا بإرادتهم لا أنت كبيت لهم بنزين في كروزل ولا أنت جبت لهم كاكي ولا أنت عملت لهم كونتاك مع الجيش. برام شالوا كوريين ومشوا هناك سفراء الوحدة الوطنية وانا هنا فخورين بهم جدا من اصغر توروبوراي الاكبر. وانا هنا فخورين باي واحد من ابناء دارفور مشى قاعد في الشماليه وقاعد في الوسط وقاعد في الغرب عشان ما تجي تعججوا لنا صراعات فارغه. اثنين انت دار تنقذ زمزم دار تنقذ الفاشل شايف دارفور بتحتضن انزل الميدان. توروبورا انا ما عندهم اكثر من ده طلعوا كاكي اللي لبسوا في رقبتهم ده 20 سنه بعد 20 سنه جو دخلوا البلد ده هسه عملوا سنه واحد قامت حرب ثاني هسه عيالهم ما شافوا. انت متمتع متزوج ولدت عيال امورك طيبه قاعد في الخارج تشرب عصير برتقال تاكل بيتزا زي ما قال بيش ما عجبك الوضع ده في نقص في الموضوع شيل هنا ما تقعد تكورك يا زلمه. انا لا نكورك لا ننتظرك تكورك ولا عندك شغله. انت ناس الفاشر طلعوا يشتكوا لك كل يوم انا بكونتاك مع ناس الفاشر. القيادات الموجوده في الفاشر ده انت اعلم منه. لو في وضع كده مزري زي ما انت بتقول القيادات ده بقعدوا جوا هناك بحاصروا نفسهم يعني الوضع ترنكيل والليله كم جت ثاني 100 هجوم ذات الناس بتصدق. فالاعلام الفارغ بتاعكم ده خلونا منه. ده اعلام بتاع بكايات وده كلام بتاع ناس الحياد والكلام ده المخطط بتاعه انا اوريك. المخطط بتاع سليمان صندل والطاهر عجل المخطط بتاع انه جايبين لنا كلابكم ديل في الميديا ناس بوش منو بوش زي الطين ديل يقعدوا يكوركوا لنا هنا يقولوا الودي مزري اهلنا واي عشان شنو؟ عشان يطلعوا قرار بتاع حظر الطيران من دارفور واحد. اثنين عشان ينقلوا اهلنا ديل من مناطق بتاع زمزم والهتاده يودوا مناطق سيطره الجنجويد مخطط قديم جدا. واهلنا ديل اقسموا انه الزول مخططاتكم الفارغه ده خلوا واحد يدوك $200 يا اخي تيجي تفرتك اهلك الله لا جاب باقيكم انتوا الرجال وين لقيتوا قضيه وين؟ قال فكوا حصار الصحراء قال لا محسسني انه ابوك الرابط يفكوا حصار الصحراء انت منو يا هرهره لباسك ما قاعد تغسل انت تقدر تحرك عسكري ها قال فكوا حصار الصحراء ده يا اخي بيتكلم بخطب كده يفكوا حصار الصحراء قال عشان يمشوا للشماليه يا زول ما نفكوا حصار الصحراء وبكره كم هاجموا الشماليه نمشوا ثاني. عندك كلام انت انا فاتح تكيره اكثر من 40 50 اشعار ده كله من شمال وسط. انا في السعوديه يا اخوي وربنا يسهل على حالنا في زمزم وانا والله لكم بالمرصاد اللي بيتكلم اكثر مننا والبارد بقطع زلط اكثر مننا والبارد بفرتك اكثر مننا خليه يجي في الميديا ده بعد. والله نركبكم قلبوا هذا والله قلبوا هذا انا والله يا لاوين زيكم ده شردتم بالكيمان والله وما قبلت لكم والله ما التهيه لاهلنا في الوسط تهيه لاهلنا في الخرطوم تهيه لاهلنا الفور اصحاب الارض وانا هنا الرفوجيس. عندك مشكله ثاني؟ مع الجنجويد وحسن البيئه الخصبه عندهم المفترس برضه هناك عندهم بيئات خصبه وعندهم شغل ممنهج شفتها كده يصيروا الفتن ما بين القبائل ويجي يصير النارات العنصريه حتى داخل القبيله المكون ذاته داخل زغاوه ذاته شفت عنده كميه بتاعت فيديوهات ده اوردر عنده اساسي ويعمل الكلام اللي انت قلته فيه ده. اللوب الثاني اللوب بتاعت الناس المفترس ومش ناس المفترس مجموعه بتاعت اباسيب وده ناس الكلوب هاوس ما مؤثرين نازل عشان كده انا ما قاعد اقدم زي ما قال لكن جلدهم خفيف كده. حس عندهم شغل الانصرافي فعشان الهجوم الانصرافي وكده بصوره كده ممنهجه. انا ما بيهمني
الهجوم الانصرافي ده، لكن ده في نقطه يعني لفتت انتباهي. النقطه اللي لفتت انتباهي، شوف الانصرافي ده الزول ده امباي ما اعرف شنو، اسود ما اعرف شنو، ما اعرف شنو كده. حتى الانصرافي ذاته على اساس عنصري. فالانصرافي ده طبعا ديش له صوره هسه بقى زي هسه هو يا دوب كده عزار الحموض في الزول ده. لان اي زول هسه عليه ذاته كده اي زول يقول ده الانصرافي، ده الانصرافي. كسر علينا البحر، زي ما تكاثر علينا البحر. في الموضوع ده ما هو الانصراف يا هذا بقى جدل. ده كله ما بيهمنا، لكن النقد هنا شنو؟ جاي على اساس عنصري. هنا بعد ده اللغه بتاع انتباهي انا. الاصوات العنصريه بيجي بيحطوها على خحاطه وملا جنجويد والشغل بتاعهم على اساس انه هم شماليين وارق ناري، ما اعرف لك شنو كده، ما اعرف لك شنو. المكنه دي ما بتاكل ايش يا قريبك؟ بقت ما بتاكل ايش؟ بمولها امريكيه ما بتمشي، ولا بمولها شتى امبولط ما بمشي، ولا باي مولها، ولا بروب ولا بكور ولا باي مولها هو مش ادي كده. والله العظيم عشان اديك لا من الاخر كده يعني شنو يعني قلت لك قال شنو كده ما اعرف باب شونا ما اعرف. الاهم ما في الامر ده احنا نحن هنا قاعدون بس قاعدين بس. انت بعدها انيوانيو القاعدين البغادي ده عمسير فشدوق ذاته كبار كده وكده يعني ما صاحبك ساعة على قد الكابلي. والله الكابلي فنان نحترمه وقدره، لكن انت ده ولد ده فده انا يردك له من الاخر. انا قاعدين خالدونا فيها وانت برشام زي كذا تك حارب ذات ما دايرين. شعارنا الحمامه شتا هاري ده شعارنا الحمامه، واحنا ذاته حناكش جد والله يقول بالواضح نظره. فنريد ان ناكل البيتزا جميعنا شتا غريبك والكراج ده وكده بكل بساطه. فتاني ما في حاجه اسمها تحميش، ما في حاجه اسمها كلنا سوا هذا الحديث ده سيم 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 كهاتين. فانت غير الود ده ما شايف انت شايفك جدك العباس، جدك شنو عارف لك شنو سعد ابن الوخاص، جدك العباس جدك شنو عباس ابن فرناس فجدك جاي من تكساس على هذا الاساس. فانت انت شنو عندك الخيارات يعني، فممكن تغادر جدك ده ممكن تجكك معنا. فانا ما عندنا معك مشكله يعني، فما عندنا معك اي مشكله. تقول ان شاء الله تقول جدك شاروخان ده ما عندنا معك اي مشكله، تعال جكك في البلد ده. اي انا ذات جدي هسه جاي خد كده نقول انا جدي فناس نيلسون مانديلا ده جدودي وكده يعني. فاي زول ياخد جد تاخد لك جد هذا تاخده. القضيه الموضوع ده ما باكل ايش، القى العربي ده خليه عربي يكون عربي تكون هذا. لكن انا شايفك قدامي كده دوك كده زي عيسى همدان وودتي بشاره ده، فهذا انا ما بقدر بقول عليه والله ما بقدر كله كده. لكن كان مصفر نوعا ما كده يعني ممكن شنو نقول لك كون يعني ما مشكله يعني. فانت ما رايك كده، لكن كان شايفك كده ده ما بقدر ماشي عليك. وتادس منو مصطفى وكده دوله البحر وشنو عارف لك الطرقه والخور وشنو كده ما اعرف لك داك بتاع زمان ما اعرف بقول لك احلام دوله شنو كده عربيه مخالده رساله شنو كده ما اعرف لك نابعه وشنو كده زي ارسين خالد وانا هنا ما اعرف داك كده داك ما في ثاني هذول شغل ده عمل بيم وهسه الناس قاعدين بيشاكلوا. فوجه جخم ثقيل من هنا بحررها زي ما قال لك يا صراحه كده لام ده فوق كده لحد بتاع الجيش ده ستاند باي هسه حاليا مجقق. فجيشنا ستاند باي ومجقق وانا واثقين من جيشنا ديل الاسود الذي شفت نفخر بهم فهم يهرونا ارض دارفور واثقين من جنودنا ديل. احتفلنا بهم في 180 ماركه في الفاشر. تكون معنا في الدور ده تركب معنا المكنه يا اخوي تجي تبشر بس قدام يجوا 200 ويخشوا 200 يستاجروا ولا ما يستاجروا ده انت هنا قريبك. فالتنظير والكلام الكثير وشغل الازمات زي ما قال اخونا بيبي. ف يا جماعه استاجروا ما اعرف واحد شفت بكون راقد شفت ميتين وماري كده. انا والله بعرفهم بيئاتهم ده قاعدين في بيئه لا بيشتغلوا عطاله فلا يتعلم لغه وفاق التربوي ذاته من هناك ما كمل تعليمه وبب لقى نفسه في البحر وبب لقى نفسه بتاع المساجد. شفت قريبك باجي ده بكون تاكل بالليل كده دقلوه اثنين وتسيس شنو كده ما اعرف سكران ذاته بقوم كده ذاته وش ذاته قابل قافله ما هو ذاته يا زول كسلان ذاته عشان يعمل اكل ياكل ذاك شفت رقيق ذاك شفت قاعد ذاته رقيق ومحطم كده شفت بقوم قفته شفت تو بعد النفسيات بتاعه ده ما يقدر يكب لنا كل جوه. بكون هو على كل شيء قدير وهو الناقشه وهو بتاعه زمزم ده والله المفروض ده والله كلامه ما صحيح والله ده يا استاذ
انت كلامه صحيح ما صحيح، انا جيشنا ده توربور ده انا واثقين منهم، فاديناهم الامان زي ما قال خمتنا كده، بس اديناهم امانه، ده امانه برقبتكم انتم، بعد ده مخيرين تاخذوا جبتين تمشوا بيتين، انا واثقين منكم مورال قدام فوق. فانت عندك التقديرات الميدانيه واللي قدمتوه هسه ده انا نفخر به ونحطكم تاج في الروس.